أثار الحارس الدولي المصري السابق عصام الحضري موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر رسالة تهنئة اعتبرها كثيرون مبطنة بالسخرية تجاه الحارس المغربي ياسين بونو عقب تألقه اللافت خلال مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية. الرسالة التي جاءت عقب فوز الهلال السعودي على بطل إنجلترا مانشستر سيتي اعتبرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تهنئة ظاهرها المباركة وباطنها التقليل والسخرية، خاصة أن الحضري أرفقها بصورة قديمة له من مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، مرفقة بتعليق أعاد فيه نشر كلام أحد المتابعين جاء فيه من قال إن بونو أفضل حارس في تاريخ إفريقيا لم يرى الحضري صامويل إيتو وديدي دروغبا كانوا يتألقون في أوروبا، ثم يأتي هذا الرجل ببنطال داخل الشراب ليحبط آمالهم في حب السد العالي. هذه الكلمات اعتبرت من قبل كثيرين إساءة مباشرة لياسين بونو الذي قدم مباراة بطولية أمام مانشستر سيتي وأنقذ فريقه الهلال من 10 فرص محققة مما جعله أحد أبرز نجوم اللقاء وأسهم في التأهل إلى ربع النهائي بفوز مثير.